أناشدك بفضل الله والمسيح يسوع الذي سيقيم الأحياء والأموات. أناشدك ظهوره وملكوته، أن أعلم كلمة الله وألح فيها بوقتها وبغير وقتها، ووقف وانفر والزم الصبر والتعليم، فسيأتي وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم، بل يكدسون المعلمين لأنفسهم وفق شهواتهم لما فيهم من فكرة في آذانهم، فيحولون سمعهم عن الحق وعلى الخرافات يبطلون. أما أنت فكن متكشفا في كل أمر، وتحمل المشقات واعمل عمل المبشر، واحكم بخدمتك أحسن بها. أنا لا أقدم قربانا للرب، فقد اقترب وقت رحيلي. جاهدت جهادا حسنا وأتممت شوطي وحافظت على الإيمان، وقد أعد لي في البر الذي يجزيني إلى الرب الأيام العادل في ذلك اليوم، لا وحدي بل جميع الذين اشتاقوا للرب. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوة بنعمة السعادة باستماع وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له، فإذا رأى الذئب آتيا ترك الخراف وهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبدده، ذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح أعرف خرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي، وأبذل نفسي في سبيل الخراف، والمجد لله دائما. المجد للمسيح ربنا.
Dear brothers and sisters, it is a sad moment we find ourselves in as the world, and not only the Catholic Church mourns the death of Pope Francis. Pope Francis, from the beginning of his pontificate in 2013 until the last moment in 2025, did not cease to amaze us all with his spirituality, his love for the poor, the marginalized, the less privileged, the changes he made within the church, and was a great voice for peace, for mercy, to name just a few things. We all here are witnesses to what Pope Francis has been. Many of you had the opportunity to meet him in person and can testify to your experience. I have also received so many condolences to the Holy See, to Christians, to the Church in general, and to all those who mourn the loss of Pope Francis, from the different religions, from civil leaders, from religious leaders, from so many ambassadors who testify the inspiration they received from Pope Francis. حضرة الأسقف نظير، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إننا نعيش لحظة حزينة إذ ينعى العالم وليس الكنيسة الكاثوليكية وحدها وفاة البابا فرانسيس. لم يتوقف البابا فرانسيس منذ توليه البابوية عام 2013 وحتى وفاته عام 2025 عن إظهارنا جميعا بروحانيته ومحبته للفقراء والمهمشين والأقل حظا، وبالتغييرات التي أحدثها داخل الكنيسة، وكان منبرا عظيما للسلام والرحمة على سبيل المثال لا الحصر. نحن جميعا شهود على ما كان عليه البابا فرانسيس، وقد أتيحت الفرصة لكثيرين منكم لمقابلته شخصيا، ويمكنكم أن تشهدوا على تجربتكم، كما تلقيت العديد من التعازي للكرسي الرسولي وللمسيحيين وللكنيسة عموما ولكل من حزن على فقدان البابا فرانسيس من أتباع مختلف الديانات ومن قادة المجتمع المدني ومن القادة الدينيين ومن العديد من السفراء الذين يشتكون على الإلهام الذي تلقوه من البابا فرانسيس. An important fact for us is that Iraq is among the countries he visited. He came to Iraq in 2021, March 5th to 8th, and he visited Baghdad, Erbil, Mosul, Karakosh, and Ur, where he met the Grand Ayatollah al-Sistani. It was a historic trip that changed the perception of Iraq from outside. Pope Francis loved Iraq so much, loved its people, and he told this to many Iraqis who met him after his historic visit. The theme of his visit was Salam, 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 with an appeal for peaceful coexistence among all Iraqi citizens. Out of his visit, the National Day of Tolerance was established, which is celebrated every March 16th.
العقائد المهمة بالنسبة لنا أن العراق من بين الدول التي زارها. زار العراق في عام 2021 من 5 إلى 8 من آذار، وزار أربيل وبغداد والموصل ومراكش وأردن، حيث التقى آية الله المهمة السيد علي السيستاني. كانت رحلة تاريخية غيرت النظرة إلى العراق من الخارج. أحب البابا فرانسيس العراق وشعبه كثيرا، وأخبر بذلك العديد من العراقيين الذين التقوا به بعد زيارته التاريخية. كان شعار زيارته هو السلام السلام السلام، مع نداء للتعايش السلمي بين جميع المواطنين العراقيين. ومن خلال زيارته تم تأسيس اليوم الوطني للتسامح الذي يحتفل به كل عام في 6 من آذار. In his speech at the Presidential Palace during his visit to Iraq, Pope Francis said, "The religious, cultural, and ethnic diversity that has been a hallmark of Iraqi society for millennia is a precious resource on which to draw. This diversity, rooted in the values of peace, mutual understanding, human fraternity, and harmonious coexistence, now calls upon us to preserve it and to nurture it for a better world for us and for the future generations." في خطابه في القصر الرئاسي خلال زيارته للعراق قال: إن التنوع الديني والثقافي والعرقي الذي كان سمة مميزة للمجتمع العراقي لآلاف السنين هو مورد ثمين يمكن الاعتماد عليه. هذا التنوع المتجذر في قيم السلام والتفاضل المتبادل والأخوة الإنسانية والتعايش المتناغم يدعونا الآن إلى الحفاظ عليه ورعايته من أجل عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة. Yes, sisters and brothers, we well know that His Holiness has been sick for a long time, and he has endured the bodily pains, continuing in humble service until his death on the morning of the 21st April 2025 at 7:35 in the morning. We shall certainly miss him. We know, however, that we as humans have at one time to die. As Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2 says, there is a reason for everything, a time for every occupation under heaven, a time for giving birth, a time for dying. But for us, Christians, death is not the end of everything, but a beginning. We believe that death is when life eternal finally and truly begins. Jesus said in John chapter 14 verse 1-3, "Do not let your hearts be troubled. You trust in God, trust also in me. In my Father's house there are many places to live in. Otherwise I would have told you. I am going now to prepare a place for you, and after I have gone and prepared you a place, I shall return
to take you to myself, so that you may be with me where I am. This promise keeps the church's hope alive. You can also confirm 1 Corinthians chapter 4, verse 5. We pray that Pope Francis may be with the Lord in his kingdom. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نعلم جيدا أن قداسته كان مريضا لفترة طويلة، وقد تحمل آلام الجسد واستمر في خدمته المتواضعة حتى وفاته صباح 21 من أبريل 2025. سننتقله بالتأكيد، ومع ذلك نعلم أننا كبشر علينا أن نمد في وقت ما، كما يقول سفر الجامعة في الفصل 3 الآية 1 إلى 2: لكل شيء سبب، ولكل عمل تحت السماء وقت، للولادة وقت، وللموت وقت. لكن بالنسبة لنا كمسيحيين، الموت ليس نهاية كل شيء، بل بداية. نؤمن أن الموت هو بداية الحياة الأبدية الحقيقية. قال يسوع في إنجيل يوحنا الفصل 14 الآية 1 إلى 3: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تثقون بالله فتثقون بي أيضا. في بيت أبي مساكن كثيرة، وإذا لكنت قلت لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وبعد أن أذهب وأعد لكم مكانا أعود لآخذكم إلي لتكونوا معي حيث أكون. هذا الوعد يبقي أمل الكنيسة حيا، وهذا ما تقوله لنا أيضا الرسالة الأولى إلى كورنثوس الفصل 4 الآية 5. نصلي أن يكون البابا فرانسيس مع الرب في ملكوته. Pope Francis has always asked his assembly, wherever he went, wherever he talked to people, to pray for him. He used to say, "Non dimenticate di pregare per me." And so now we are invited to continue to fulfill this his desire. Let us also pray for the cardinals, whom the Lord will commission to find for him as successor. I also request you not to believe everything you see on the internet and on TV about the election of the new pope. Let us all wait in serenity and prayer for God's will. May God grant His Holiness Francis eternal rest, and as one of the donors said, may his life, even after death, continue to inspire generations to come. Amen. لطالما طلب البابا فرانسيس من جميع الناس الصلاة لنجله، والآن نحن مدعوون لمواصلة تحقيق هذه الرغبة، فنصلي أيضا من أجل الكراهية الذين سيكلفهم الرب بالعثور على خليفة بطرس. كما أطلب منكم ألا تصدقوا كل ما ترونه على الإنترنت والتلفزيون عن انتخاب البابا الجديد. لننتظر جميعا مشيئة الله بسكينة، ليمنح الله قداسة البابا فرانسيس الراحة الأبدية. وكما قال أحد المعزين، لتمضى حياته حتى بعد وفاته ملهمة للأجيال القادمة. آمين.
إخوتي الآباء الكهنة الموظرون، الأخوات الراحبات المكرسين والمكرسات، أيها المؤمنون، في وداع أبينا وراعينا البابا فرانسيس لا نقف فقط أمام رحيل شخصية كنسية، بل أمام انطفاء نور كان يضيء دروب الكنيسة والعالم. لقد عاش قداسة البابا فرانسيس الإنجيل لا كشعار بل كمسيرة. كان كمن جاد يصنع خيرا كما نقرأ في سفر الأعمال، حاملا قلب الراعي المتواضع ومشيئة الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. ونحن العراقيون نتذكر جيدا بالرغم من وباء كورونا والكثير من التحذيرات بقداسته بخطورة المجيء إلى العراق، لكنه أصر إلا أن يكون بيننا فزار العراق وقلبه مفعم بالمحبة والاحترام لكل العراقيين. كان فقيرا بين الفقراء، غنيا بالمحبة، حمل في عينيه دموع المهمشين وفي يديه خبز الرحمة. لم يبحث عن مجد الكراسي بل عن كرامة الإنسان، كل إنسان، لأنهم جميعا إخوة. هكذا قال البابا فرانسيس لكل العراق. نادى بالسلام حين صمتت الأصوات، وصرخ ضد الحروب حين خافت الشعوب. كان كمن يصنع السلام، فإنه مستحق أن يدعى ابنا لله. طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله العظيم. علمنا أن الكنيسة ليست قلعة منعزلة عن العالم، بل هي مستشفى ميداني، وأن المحبة أقوى من الحدود، وأن الغفران أعظم من الانتقام. سار متكئا على إنجيل الطيبة، متشبثا بخشبة الرجاء، واثقا أن الرحمة تسبق الدينونة. نم بسلام أيها الأب الحبيب، فقد أتممت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. تركتنا لكنك غرست فينا حنينا للبساطة واشتياقا للحق وعطشا للسلام. أخواتي إخوتي، قال المسيح، قال المسيح، قال المسيح، الراحة الأبدية أعطي يا رب. بنصره بثقة وإيمان مرتبين. فإنهم يرثون الأرض. أيها الرب الإله، يا خالق الحياة ومحب جميع البشر، ننظر إليك بثقة،
جيش عبدك الأمين البابا فرانسيس الذي أنهى جهاده العظيم وسلم الروح بين يديه. أشرق عليه بنور وجهك وامنحه الراحة الأبدية في حضن رحمتك. اجعله شريكا في وليمة الملكوت حيث لا وجع ولا حزن بل حياة لا تزول وفرح أبدي مع مريم التي سبقتنا في درب التواضع إليك يا رب نصلي.
للفقراء والمهمشين عن انقراض في ضعفهم وكن لهم كرامة في كل الأحوال افتح أعيننا لنراهم إخوتنا لا غرباء علمنا أن منا إلى محبة بتواضع ونبني معهم ذات الرجاء إليك يا رب المصلي. أخواتي إخوتي نقف جميعا ونعلن
الوحيد ربنا يسوع المسيح ولروحك الحي القدوس والمعين نؤدي المجد والاكرام والشكر والسجود الان والى الابد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله أبينا شراكة وحلول الروح القدس تكون مع جمعنا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم نحو العلا. القربان يقرب لله رب الكل. يليق ويحق. السلام معك. يا رب، من يستطيع أن يصف عظائم قدرتك ويخبر بجميع أمجادك؟ فلأن صارت كل الخلائق فما واحدا ولسانا واحدا ما استطاعت أن تعبر عن عظمتك. أمام سر ثالوثك الأقدس تقف ربوات الملائكة الذين يرتلون معا المجد بصوت عال ضارب.
والمنتظرين رحمتك استجب صلاتنا واغفر خطايانا والمؤمنين
المصائب وبعد عن المصائب وامنحهم امنا وسدادا اليها. نحن أيضا يا رب خدامنا الضعفاء المجتمعين بالسجاد والقائمين قدامك الآن، افتقدنا بالتوابع الرسولية عن آبائنا ما عزمه منك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. وصلوا والسلام معنا. نقترب يا رب ونحن مؤمنون باسمك الحق إلى هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد ربنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. بسم الله والابن والروح القدس وإلى الأبد.
لنجلس في مهد الفصال ونراجع ذاتنا وندم على خطايانا استعدادا لتناول جسد الرب والدم.
وحين نصطوثا هذه تألف للمران إيشو شيقان آمن وشميان we plead and implore your great compassion. Do not, O Lord, allow us to fall into temptation, but deliver us from the evil one and his hosts. For thine is the kingdom, the power, the strength, the greatness, and the authority in heaven and on earth, now and forever. Shall
يعرض الآن سين يتناول حياة وخدمة